شمال افريقيا. كان هناك خطا، تقريبا كان خطا على اللاعب علي معمر. الحكم طلب مواصله اللقاء. التاسعه و 2013 كان حتى الرتبه الثامنه. هذوما ابرز نتائج على المستوى الافريقي. تعود المحاوله لفائده المنتخب الجزائري خطيره، والهدف هدف اول لفائده المنتخب الجزائري. كانت محاوله خطيره بواسطه لاعب محمد الزغادي الذي يتمكن من تسجيل الهدف الاول. كان هناك كنقول انه كان فراغ على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي محمد وهبي كطلب اللاعبين انه ينسوا بسرعه، وبالتالي كيحاولوا يرفعوا من المعنويات ديالهم. سنتابع هذه المحاوله، هذه الفرصه لفائده المنتخب الجزائري. نتابع هذه التمريره طرف اللاعب فتاحي انيس لمحمد الزغادي لاعب فريق مونبولي الفرنسي. تمكن من المراوغه ثم وضع الكره في القائم الثاني. كانت صعبه على الحارس ينيس بن شوش، وهدف اول لفائده المنتخب الجزائري. على اي المباراه في بدايتها المنتخب الوطني المغربي بامكانه رجع في النتيجه. كانت تمريره من العميد احمد خاتير المحاوله اللي كان وراءها معاذ الضحاك في الوقت اللي تدخل الحارس انيس مختار. المنتخب الجزائري فرصه واحده في هذه 15 دقيقه تمكن من تسجيل الهدف. اللاعبين ديال المنتخب الجزائري كلهم داخل منطقه الجزائر. فرصه راسيه، تدخل الحارس الراسيه لايمن ارقيق، وايمن ارقيق الراسيه مشات يعني في يد الحارس انيس محمد مختار حارس مرمى فريق شباب الوزداد. لاحظوا هذه التمريره مستوى الجهه اليسرى والراسيه. كيرفع الكره، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي الراسيه، ولكن يعني فكره كانت جيده من ايمن الرقيق، خصوصا لو كان الحارس انيس مختار متقدم شيء ما فكان بامكان يعني مغالطته، ولكن الراسيه بالتالي تمكن الحارس انيس من ابعاد الكره. نتابع هذه الانطلاقه وهذه السرعه ديال معاذ الضحاك. كانت فرصه لتسجيل هذه الفرصه والمحاوله اللي اعطت الهدف. واللي اعطت العديد من المواهب والعديد من اللاعبين للمنتخبات الوطنيه. اللاعب كوحيلي بن حامد، لاحظوا التدخل، اعتقد انه كان لازم كان خصو انذار. لاحظوا التدخل بالرجل اليسرى، التدخل كان قوي وعلى مشارف مستطيل العمليات، لانه كانت بذل مجهود على مستوى الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن لقى امامه جدار دفاعي. كره لبن حامد، بن حامد كوحيلي عند اللاعب جبريل الصحراوي، مشات كره في الجهه اليمنى، تمريره عرضيه، تدخل والحكم كيعطي ضربه جزاء. كره كتلمس اليد ديال المدافع عبد الحميد عيت بودلال، والحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء لفائده المنتخب الجزائري. التنفيذ امام يانيس بن شاوش. كوحيلي يضيع الكره، ترتطم بالعارضه. نتابع تضييع ضربه جزاء، كره ترتطم بالعارضه على اللاعب بن حامد كوحيلي لاعب فريق بارادو. تبدو المحاوله داخل منطقه الجزاء، فرصه خروج الحارس، خروج الحارس انيس مختار كان اسرع في العديد من لاحظنا بانه حتى شرط لفائده المنتخب الجزائري غادي يتفاد من طرف فتاحي الانيس. لاحظوا اللي ياخذ الوقت ديالو الكافي. سقوط مرة أخرى فوق أرضية الملعب، محاولة لربح دقائق من هذه المباراة. وحتى الحكم المساعد كيطلب جزاء، ولكن التغطية كانت حاضرة وابعاد الكره في الوقت اللي كانت المتابعه ديال عبد الحميد يتبودلان. نتابع، لاحظوا ديال الراسيه، الراسيه ديال محمد ياسر. لاحظوا الخروج كذلك ديال الحارس انيس مختار، ثم عبد الحميد يتبودلان اللي سدد الكره، ولكن حاول من خلال ادم مختار انه يراوغ في الوقت اللي اصبح مرتد هجومي. قادوا العميد انيس فتاحين
اللي مرر للحلو اخريب. هذا الاخير اللي حصل الحظ بان التسديده ديالو كانش نحافظوا على هدوءنا. المباراه مازال ما انتهتش، وكاين لقاءات مباريات كره قدم تلعب حتى الثانيه الاخيره. لاحظوا التراجع الكلي لاعبين ديال المنتخب الجزائري في نصف الملعب. هذه فرصه رفعت الكره البحث الرأسية، دائما الخطوره عند اللاعب المختار. تمريره فرصه والهدف، هدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. واخيرا ايجاد طريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تمريره اللي كانت من ادم المختاري قلب 4 دقائق على نهايه الوقت الاصلي. المنتخب الوطني المغربي يجد الممر، يجد كيد الطريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تعبت الكره، تمرير ممتازه داخل منطقه الجزاء. لاحظوا الارتقاء اللي كان ديال سعد الحداد. ترجع الكره من ادم المختاري ومحمد ياسر في المكان المناسب، يضع الكره في شباك الحارس انيس مختار. اذا هدف لمثله عناصر الوطنيه. قلت بانه لو تامل بحظوظها الثقه اللي اكيد لعبت بها كذلك المباراتين السابقتين امام المنتخب المصري وامام المنتخب التونسي. قد تتغير جميع المعطيات في العشر دقائق المتبقيه. منتخب مصر لو يسجل التعادل عنده امكانيه العوده. لم يدعني اكمل الجمله وفعل المنتخب المصري. البديل خير بديل لخير عدو عمر العدوي، والانهاء كان بهكذا الطريقه عن طريق عبد العزيز الزغبي الذي وقع هدف التعديل في حدود الدقيقه 81. مصر يكون هو الافضل في الدقائق الاخيره. تلعب الكره الان لصالح المنتخب المصري، كره عرضيه راسيه. قلت لكم بان منتخب مصر قادر على قلب النتيجه. اي بديل، اي عزيز، اي عبد العزيز، اي زغبي، عبد العزيز الزغبي. الحكم ينظر الى ساعته، حكم اللقاء الحكم المغربي حمزه الفارق. تلعب ضربة المرمى، وفي هذه الأثناء يعلن حكم اللقاء حمزة الفارق على نهاية المباراة بفوز منتخب مصر على حساب منتخب تونس ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات إقصائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة عن منطقة شمال إفريقيا. المرحلة الإقصائية التي تلعب في شكل بطولة مصغرة في شكل مجموعة واحدة تضم 5 فرق. اليوم المنتخب التونسي من مباراته الثالثة يتمكن من حصد الانتصار الثاني ويحقق 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا خلف المنتخب التونسي الذي بهذه المباراة يكمل